بيكم وأولى فقراتنا النهارده على الهواء بنتكلم عن التعقيد اللي طال المجتمعات كلها في كل شيء. كل ما بنتقدم كمجتمعات إنسانية كل ما بنزيد الحياة تعقيدا على أنفسنا، سواء بالتكنولوجيا أو بالجريمة أو غيرها من الأشياء اللي بتعقد الحياة. الجرائم انتشرت جدا على مستوى العالم، وطبعا الوطن العربي جزء لا يتجزأ من العالم، بالإضافة لانتشار ما سمي بالربيع العربي اللي خلى ما فيش حدود بين البلاد. الحدود مفتوحة لكل شيء، للسلاح، للمجرمين، للمخدرات ولغيرها من الموبقات اللي ممكن تدخل من دولة عربية لدولة أخرى. ده بيخلي يعني لابد من وجود جهود مش بس حكومية ولكن جهود أهلية. كل واحد عنده أفكار معينة لازم إن هو يشارك بها لمكافحة الجريمة على مستوى العالم العربي. ده يمكن اللي خلى يعني اتحاد زي الاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الدولية ينشأ ويضع على عاتقه توعية المواطنين بأهمية مكافحة الإرهاب وإزاي ممكن نكافح الجريمة، ويبتدي يحاول وضع تصورات أو الإرهاب لأن هو الجريمة الأكثر انتشارا في العالم العربي الآن. معانا النهارده ممثل لهذا الاتحاد الدكتور ناجي حماده، رئيس الاتحاد العربي لمكافحه الجرائم الدوليه. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. من الاول في مصطلحات كتير جدا الناس احيانا بتمر كده مش عارفاها، زي مصطلح غسيل الاموال. عايز اعرف من حضرتك المصطلح ده يعني ايه وايه مشكلته، انه لو ده انتشر او انتشرت هذه الجريمه ممكن تأثر علينا ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا أنا بترحم على شهداء الوطن الأبرار، وآخرهم طبعا شهدائنا في الكلية الحربية من أبنائنا وأبناء مصر البواسل، وبترحم على كل شهيد ضحى بحياته من أجل هذا الوطن العزيز. ننتقل إلى سؤال حضرتك وهو سؤال جوهري. ما معنى مسمى غسل أو غسيل الأموال؟ هو محاولة إسباغ الشرعية على أموال جمعت بطريقة غير شرعية. ده المسمى البسيط أو التعريف البسيط لظاهرة غسل الأموال أو غسيل الأموال. غسيل الأموال هو هدفها تمويل الإرهاب، الهدف الأساسي منها، والقضاء عليها بيجي عن طريق تكثيف منابع تمويل الإرهاب. تكثيف المنابع دي بالتنسيق مع البنوك المركزية والتنسيق مع الجهات المعنية من الحكومات العربية بوجه عام والحكومة المصرية بوجه خاص، لأن الإرهاب كما تعلم مثل الفيروس ينتشر ويكمن بدون سابق إنذار. فارتكاب الجرائم التي تراها في الآونة الأخيرة من جرائم الإرهاب والتفجيرات التي لحقت بمصر في الآونة الأخيرة وراءها تمويل للإرهاب عن طريق هذه الظاهرة اللعينة، ظاهرة غسل الأموال. إذا قدرت الحكومات العربية بالاتحاد زي ما اتحدت في سابقة تاريخية باتحاد قوي للتصدي لهذه الظاهرة، سوف نقدر على تكثيف منابع تمويل الإرهاب، وبالتالي لم يصل للإرهابيين السلاح. نعم. لم يصل لهم الدعم اللوجستي. واسمح لي برضو أن أعرف من المواطن العادي يعني ايه دعم لوجستي. نعم. الدعم اللوجستي يكون من السلاح للمؤن والامدادات، من مأكل، من مشرب وما أشبه ذلك. تقوم بعض الدول الراعية للإرهاب التي تحتضن الإرهاب وترسل مساعدات أو مش مساعدات، ترسل ملايين الدولارات من أجل إهلاك الوطن العربي ودخوله في بؤرة الإرهاب. دكتور ناجي، حضرتك بتكلمنا عن تعاون عربي نجح او اثمر فيما يعني سمي بالقوى العربيه المشتركه، وفي نعم. برضه دولتين في اليمن على سبيل المثال، او احيانا كده كنا بنبعت لليبيا بس يعني متقطعين. لكن لا، ضربة ليبيا تختلف. ضربة ليبيا كانت ضربة استباقية ردا على العدوان الغاشم على 21 مصري الذين أعدموا بطريقة مهينة أمام العالم أجمع. فأدرك العالم وقتها. الإرهاب موجود نعم. في كل مكان سواء في اليمن أو في ليبيا أو غيرها من المناطق، وإحنا محتاجين إن إحنا بقى نعمم التجربة دي في مناطق أخرى. نعم. لكن بغض النظر يعني حضرتك بتتكلم عن تكثيف منابع الإرهاب وتكثيف منابع الإرهاب بمراقبة الأموال اللي بتنتقل. نعم. هل شايف ان الرقابه الموجوده حاليا على الاموال الجايه للدول العربيه او المتنقله بين دوله ودوله غير كافيه، وازاي بتحول، لان في رقابه المفروض على البنوك
عاليه جدا. مظبوط. ازاي الفلوس دي او الاموال دي بتتدفق برغم حديثنا الدائم عن تكثيف منابع الارهاب، وبنقصد بيها اكيد تكثيف التمويل، لكن بنلاقي ما زال الارهاب شاخص وممول. استباقيه طبعا احيي البنك المركزي على راسه السيد هشام رامز، كانت في الاونه الاخيره وحدد بطريقه نقول بنسبه 75% من وصول هذه الاموال القذره الى صانعي الارهاب، ودي كانت ضربه استباقيه احيي عليها الحكومه المصريه بصفه عامه والبنك المركزي بصفه خاصه. ولكن الاساليب العلميه الحديثه التي تتبع من قبل الارهابيين بصفه عامه والدول التي ترعى الارهاب بصفه خاصه هي التي لا تصعب الامور، واقصد بين هلالين دوله عربيه شقيقه مع الاسف ما زالت الاعلام بتاعها يهاجم مصر، والسمسار التركي كما نعرف انهم اكبر دولتين راعيتين للارهاب، ومع ذلك نامل في ان تعود هذه الدوله الى رشدها وتعود ايضا الى الحضن العربي وتغير سياستها تجاه الحكومه المصريه بصفه عامه والشعب المصري بصفه خاصه. طيب دكتور ناجي، هنا الاتحاد العربي لمكافحه الجرائم الدوليه ده اتحاد خاص. نعم. وعايز اعرف بتتعاملوا ازاي او مع مين؟ آلية التعامل اذا كان عندكم مشروعات او دراسات بتقدموها لمين؟ فهمنا اكتر دور الاتحاد. دور الاتحاد هو الحفاظ على مقدرات وثوابت الامه العربيه بصفه عامه ومقدرات وثوابت جمهوريه مصر العربيه بصفه خاصه ضد اي جريمه ترتكب داخل القطر المصري او القطر العربي. بمعنى ان الاتحاد بيقوم بدوره عن طريق اقامه الدورات والمؤتمرات لتوعيه الرجل الشارع العادي وتعريفه ما هو الارهاب. يعني انا في كتيب نازل ليا يوم 15/5 ان شاء الله عن مكافحه الارهاب، عرفت الارهاب تعريف بسيط، هو قيام بعض الجماعات باعمال تخريبيه في المؤسسات وعلى الحكومات وعلى الافراد بهدف تغيير سياسي للدوله، ومن ثم فان الشعب يفوض الحكومه ووزاره الدفاع تفويض غير معلن للقضاء على هذه الظاهره. ده اجتهاد طبعا مهم، يعني لانه ما فيش لغايه النهارده وشوف الارهاب من امتى ما حدش عرف معنى الارهاب. ده الحمد لله رب العالمين كان لينا السبق في تعريف الارهاب وايضا طرق مكافحه الارهاب. اولا انا ذكرت اذا قدرنا ان يكتث الارهاب من جذوره سوف يقضى على الارهاب تماما، لان من غير وصول السلاح او الات المتفجرات التي تصل الى يد الارهابيين سوف يقضى على الارهاب تماما. ثانيا دور وعي الإعلام يا جماعة يلعب دور غير عادي في توعية المواطنين. النهاردة نرى بعض جموع الشعب المصري عندما يرى جسم غريب في الشارع يتجمع حوله، هذا شيء كثير الخطورة، المختلف خطر جدا طبعا، مختلف لأن في جميع دول العالم بنلاقي ان الناس بتبتدي شيئا فشيئا تتباعد ونعمل كردون على الجسم الغريب، وخبير المتفقرات ياتي بحرص وجميع الجموع الشعب يساعدونه. لكن عندنا في مصر الوضع مغاير، احنا بنلاقي الناس بتجمع القنبله وتقترب شيئا فشيئا، انفجار احتمال وارد يا فندم. لكن ده بالنسبه للشعب، بالنسبه برضو للاجهزه الامنيه، هل رصدتم اي تعاملات مختلفه يجب ان تتم تجاه الارهاب وتجاه التعامل مع المتفجرات؟ والله احنا قصاد طرق حديثه ممكن تكون الشرطه المصريه غير مدربه عليها، هي بتعمل اللي عليها ولكنها غير مدربه تدريب الكافي ربما لمواجهه المتفجرات هنا او هناك او غيره من الاساليب. احنا عملنا حاجه جديده وده سبق ان شاء الله هتحتفظ بيه مصر جميله، وانا احيي البرنامج مره ثانيه على استضافتي، وانه برنامج ما شاء الله اعاد الخريطه الاعلاميه للتلفزيون المصري الى مجد وازدهاره من بدايه الستينات حتى وقتنا هذا. السؤال دور الاتحاد مع مؤسسات الدوله. الاتحاد بيلعب دور فعال عن طريق توعيه المواطنين، الى جانب السبق الذي اريد التحدث عنه انشاء اكاديميه عربيه دوليه لمكافحه الارهاب. ده ان شاء الله طلب قدمناه ان شاء الله تعالى للسيده وزيره التعاون الدولي، وامل انه يحتضنه دوله الرئيس عبد الفتاح السيسي ان شاء الله، لان هو عصب الساعه في الوطن العربي موضوع الارهاب، واحنا ان شاء الله سوف نقضي على الارهاب بالتكاتف وبالتضافر. فنرى العراق ممزقا الان، ونرى سوريا جريحه، ونرى ليبيا تستغيث، واليمن الان اصبح على حافه الهاويه.
فمصر هي الدرع والحصن الحصين للدول العربية ومنطقة الخليج العربي. دكتور ناجي، الارهاب كل يوم بيطور نفسه. اداء الجماعات دي كل يوم بيستخدموا احدث التكنولوجيا. الارقام اللي حضرتك بتذكرها والسلاح اللي بيخش بتتطور العمليه بتاعت الجريمه. دوركم انتم في وجود او التوعيه او التدريب على هذه التكنولوجيا وكشف هذه المخططات قبل انفاذها، ده بيكون ازاي وبتعملوا ايه فيه؟ والله هو الاتحاد الحمد لله انا وضعت خطه عمل، وان شاء الله باذن الله دائره النهارده انها تعمم على مستوى الوطن العربي بصفه عامه وعلى جمهوريه مصر العربيه بصفه خاصه، ان احنا نعمل مراكز تدريبيه لرواد الاتحاد اللي بنعلم راجل الشارع العادي ازاي يكافح الظاهره الخطيره دي. وامام الاساليب التكنولوجيا الحديثه احنا محتاجين من الدوله دعم على اساس ان احنا نقرب خبراء ابحاث امنيين، ان احنا الخبراء الموجودين في جمهوريه مصر العربيه بصفه خاصه لا تكفي لكميه الارهاب الاسود الموجوده. معلش، يعني ايه خبير امني او خبير امني يبقى ابحاث امنيين؟ يعني ايه؟ يعني يا فندم ان احنا بندرب الخبير ده على اليات التعامل مع المتفجرات، ندربه على توجيه ضربات استباقيه للارهابيين، ونقصد بالضربات الاستباقيه مثل ما يحدث في سيناء. ده بيمشي معاك لو انا حبيت اخش لا اخد الدوره دي، ادخل عشان اخد الدوره دي؟ لا، مش المواطن عادي، هو في الخريج بيبقى خريج دبلوم شرطه اللي هو خريجين الشرطه، خريجين وزاره الدفاع، خارجين ايضا من ليسانس الحقوق، يعني له درايه بالامور القانونيه. طب ممكن احنا نحول ده من وجود اكاديميه الى ان المناهج نفسها نتكلم عنها في كليات الشرطه تتغير؟ ده اللي انا بعالجه بقى في كتابي. يعني لان انشاء اكاديميه جديده ممكن يكون مكلف، او ده اولى بيه الجامعه العربيه، باننا بنتحدث عن يعني اجواء عربيه مشتركه وان الارهاب منتشر على مستوى الوطن العربي. لكن فيما يتعلق بالبحث الجنائي ده محتاجين تطويره في المناهج. طبعا. فيما يتعلق بالبحث عن الطب الشرعي، كل الكلام ده هم اساسا بنتكلم طول الوقت من 10 سنين فاتوا على ان ضابط الشرطه لابد ان يتدرب على هذه الامور حتى في الجريمه العاديه مش في الارهاب، فما بالنا بالارهاب. الى جانب ذلك يدرب ضابط الشرطه على الثبات الانفعالي ايضا. الثبات الانفعالي لا موجود بس مش بطرق الاف بي اي وسكوتلاند يارد، مش موجود. الذي اربو اليه او اتطلع اليه في انشاء هذه الاكاديميه انها تدرس الى ايضا التعليم الاساسي يا فندم، توصل للتعليم الاساسي. احنا اذا اعددنا الجيل الحالي او بمعنى اصح لحقناه ان هو فكر ديني معتدل يدرس لطلبه التعليم الاساسي، الى جانب توعيه المواطنين. زمان كنا بنخاف نقول ما تمسكش البنسل، ما تمسكش القلم الحبر، عشان احتمال يبقى فيه متفجرات. الارهاب ظاهره سوداء منذ السبعينات والثمانينات كانت في مصر، ولكن مصر الدوله والمجتمع سوف تنتصر على الارهاب ان شاء الله، لما لديها من خبره متراكمه من معالجه الارهاب. يعني اتخيل انه فكره انه معرفتنا احنا بحقوقنا وواجباتنا على المستوى القانوني هي معرفه ضيقه جدا وضئيله. يعني كتير جدا لما يقع في مشكله قانونيه ما بيعرفش الحل بتاعها او يتجه لفين او يروح فين. يعني ده جزء ايضا من التوعيه اللي ممكن تكون موجوده وانتم بتقدموها يعني، وده الاعلام اللي هيساعدنا فيه. عندنا اشكاليه كبيره جدا، في ناس كتير اتخيل ان هي بتتعاون مع الشرطه، وده بيحل الغاز ومشاكل كتير جدا في القضايا اللي احنا بنشوفها او بنطرحها. وده حصل الحقيقه بعد سقوط الاخوان في مصر. كان الناس اللي لما بتلاقي شكل غريب او وجه غريب كانوا بيبلغوا عنه، فده وصلنا لافراد كتير جدا من افراد هذه الجماعه الارهابيه. شايف ده المفترض يبقى له آلية، له منهج ان انا اتحرك من خلاله، التوعيه تبقى شكلها ايه من خلال كورسات محدده زي ما حضرتك بتقول؟ والله انا لانه في ناس كتير بتخاف يا دكتور ناجي، في ناس كتير تقول لك انا لا ده دور الاعلام المصري في المرحله الحاليه. الاعلام النهارده الكاميرا هي الدانه والميكروفون هو المدفع بالنسبه لمحاربه الارهاب ده، لان رجل الشارع العادي يثق في الاعلام بنسبه هنقول 85%. 85% دور الاعلام في التوعيه هو له دور فعال على المواطن المصري. اذا كان هناك برنامج يشرح العملية، أن إذا وجدت جسم غريب تتعامل نمرة 1 بتابعه، ثانيا بتبلغ، ثالثا ان انت بتجيب الخبير للمفرقعات وتبعد وتعمل كردون عن الموضوع. شرح الآلية دي للمواطن العادي
هيفرق بنسبه 100% في معالجتهم. احنا بنتكلم عن محاربه الارهاب، بنتكلم عن خطه متكامله واستراتيجيه متكامله بيدخل فيها كل الامور اللي حضرتك ذكرتها، التعليم والاعلام وحتى الشرطه والياتها الجديده والتعاون على المستوى العربي والتعاون على الحدود وضبطها. نتمنى ان ده ان شاء الله يؤتي ثماره من خلال الجهود الخاصه والجهود الحكوميه معا. وبشكر حضرتك دكتور ناجي حماده رئيس الاتحاد العربي لمكافحه الجرائم الدوليه، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا لكم يا جماعه. شكرا تحياتي. نخرج. اتفضلي. لسه مع حضراتكم بعد التعريف معنا الهيكله في الاعلام المصري وعن يعني دور الاعلام الحكومي. دي كلمه انتشرت قوي بترعبنا احنا كاعلاميين شغالين في ماسبيرو. احنا لا نقصد الحديث عن نفسنا او تسويق قضيه خاصه بينا، ولكن احنا بنتكلم دلوقتي في البرنامج بنتكلم عن اكثر من 40,000 موظف موجودين في ماسبيرو، وربما ترعبهم فكره الهيكله. وبالتالي نريد مزيد من المعلومات عن هذه الفكره، ونريد معلومات عن دور الاعلام الحكومي في ظل هذه الظروف والمتغيرات الكبيره جدا. هنعرض لحضراتكم دلوقتي تقرير عن هذا الموضوع، نستقبل بعد ان شاء الله الدكتور محمد منسي خبير الاعلام ويكلمنا عن هذه الامور بالتفصيل.